ریوبریا گشتیا دژه تیروری لهرما کردستانی داخویانیک درباره انجام لیکولین دیری شاموشکی ده لسر باجار حولره و بالافرخانه آوی ده 15 سباتا بوری ده کوته ده کارکرکی به گریبست و ولاتیکی عراقی هاتن کشتن و 5 لشکرین امریکی و 2 سیویل جی بریندار بون بلاف کرده ده داخویانی ده هاتیه کو پشتی دست بکرنا لیکولینه کی هور کسک بناوی حیدر البیاتی هاتیه دست سرکرن و دان پیدان به انجام دان آوی توانی و ایریشا تروری ده گل سه کس و هفبارین خواه کر ده کرده ویدیو اکی ده توانبار ایریشا 15 سباتا بوری حیدر حمزه البیاتی اعتراف دکه و ده اعتراف و دان پیدانین خواه بحثا چاوانی و آماده کاری و جیب جی کرنا ایریشه دکه. اسمي حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، مواليد 83، قرية قريتاغ قضاء حمدانية. أسكن حاليا خبات أربيل. بشهر 11 2020 تعرفت على شخص اسمه من كتائب سيد شهداء. بعدها تعرفت على شخص اسمه قررنا نشتري كيا نسوي عملية على مطار أربيل. نشتري كيا من أربيل، بس بطن طلب من عندنا نلبس كاسكيت وكمامات على مود وجوهنا لا يبين بالكاميرا بالمعرض. أخذنا رحنا اشترينا كيا. بعدها اشترينا الكيا دزيناه ويا الكيا على أربيل على الموصل، دزيناه على الموصل الكيا ويا. بشهر الثاني 2021 خابرني قال اكو شخص يريد يسوي إقامة. جبت على إقامة، راح يسوي إقامة، يحضر إقامة مالته على يوم العملية. اسمه سوى الإقامة مالته ورجع يوم العملية 15 بالشهر. خابرني قال تعال علي على الموصل. رحت له، وديته على أربيل على مكان العلوة. نزلنا من السيارة، رحنا مكان العملية مشي. رحنا خطط المكان، بعدين رجعنا رحنا على الموصل. وراني ما رجعت رحت، فخابرني هادي قال تعال بدون سيارة على الموصل. رحت له على الموصل، انطاني شفت وابو انطاني الأوبترا سيارة خصوصي. قال لي انت روح على أربيل احنا نجي بتاكسي. فاني جيت على أربيل، هم فاتوا دخلوا بتاكسي. بالطريقة مني قال روح شوف لنا السيارة على طريق بردرش. رحت اشوف السيارة، وبعدين جينا دخلنا كيا، دخلنا ما سوقه. دخلنا عاد صعدوا بالكيا ورحنا على مكان العملية ورا العلوة. هم قالوا لي انتظر بعيد عنا، بعدين احنا من نخابرك تجينا. هم نصبوا الصواريخ، كان صنع إيراني. ورا بساعة ونص تقريبا خابروني. رحت شلتهم واخذتهم ومشينا. ورا ما مشينا قام ينطلق الصواريخ على المطار، واحنا طلعنا على النص.